استكمالا لملف الأخبار التي تتحدث عن رغبة الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحة لاعب نادي بيراميدز، أكد أن رمضان صبحة بالطبع لاعب مميز ولاعب كبير، وكانت هناك رغبة بالفعل في التعاقد معه خلال الفترات الماضية، لكن ومع التفاوض معه شعرنا بعدم رغبة منه وعدم وجود حماس في الانتقال إلى نادي، لذا تم غلق هذا الملف بصورة تامة، واللاب الآن خارج حساباتنا. البعض الآن ولا نعرف السبب يحاول تصدير هذا الأمر في الإعلام بأن الزمالك ما زال يفاوض اللاعب، وهذا أمر غير صحيح، ونحن من الأساس لم نتفاوض مع بيراميدز بصورة رسمية بشأن اللاعب، بل المفاوضات كانت شفهية، والأمر انتهي الآن من داخل نادي الزمالك أن اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري رفضت الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك، الطلب الخاص بتعديل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقررة يوم 20 من أكتوبر في نصف نهائي السوبر المصري، حيث اللقاء محدد له في 4 عصرا. الزمالك يري أن هذا التوقيت غير مناسب، لذا تقدم بطلب لتعديل توقيت اللقاء وتأخيره بعد الشيء بسبب حرارة الجو في الإمارات في هذا التوقيت، إلا أن اللجنة المنظمة رفضت وأكدت أنه من الصعب تعديل موعد اللقاء كون لقاء الأهلي وسيراميكا بعد هذا اللقاء، ومن الصعب تأخير موعد المباراة، وعلى هذا انتهي الأمر، والمباراة في 4 عصرا بين الزمالك وبيراميدز يوم 20 من أكتوبر الحالي. آخر مستجدات الموقف الخاص باللاعب النيجيري أكين كونمي أموجناج نادي أومونيا نيغوسيا القبرصي السابق، والذي رحل عن صفوف فريقه في شهر مارس الماضي، اللاعب الذي تحدثنا عنه بالأمس بأنه على رادار نادي الزمالك وفق الأخبار الواردة لنا من نادي الزمالك. ليكشف مصدر في النادي الموقف مصدر في الزمالك تحدث لنا وأكد أن النادي تلقي عددا من التحذيرات بخصوص فكرة التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ 22 عاما. هذه التحذيرات بسبب تورط النيجيري أكين كومي بسبب في قضية اغتصاب منذ فترة عندما كان لاعبا في صفوف نادي كوبنهاجن الدنماركي، وعلى هذا الزمالك تراجع بصورة كبيرة وشبه نهائية عن التعاقد مع اللاعب أكين كونمي أمو، وصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب من داخل نادي الزمالك عن سبب غياب اللاعب السنغالي سيدي ندياي عن بعثة الفريق في الإمارات، البعثة التي وصلت منذ قليل إلي دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لبطولة السوبر المصري بداية من مباراة بيراميدز القادمة، المباراة التي سوف تكون عصري يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن غياب المهاجم السنغالي جاء بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال أحد مباريات فريق الشباب. يذكر أن الزمالك تعاقد مع المهاجم السنغالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة أجنبية تحت السن. اللاعب تعرض إلى تلك الإصابة خلال مباراة سموحة الأخيرة في دوري الشباب وخرج منها ولم يتمكن من استكمال المباراة. يذكر أن الكثير يري أن صفقة المهاجم السنغالي تعتبر صفقة هجومية واعدة للفريق أو لمستقبل النادي. غضب كبيرة لدي مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارات أندية سيراميكا كليوباترا ونادي بيراميدز. حالة الغضب هذه بسبب تعنت إدارات هذه الأندية في بيع لاعبيها لنادي الزمالك، وحتى إن وافقوا فإن المبالغ المالية التي يتم طلبها تكون مبالغ كبيرة وتعجيزية. إدارة الزمالك تبحث وبقوة مقاطعة أندية سيراميكا وبيراميدز ووقف التعامل معهم، حيث هناك حالة كبيرة من الاستياء من طريقة التعامل، وبأمثلة بسيطة من بيراميدز، حيث كان الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال مدافع الفريق، وتم وضع شروط مالية صعبة جدا تم وصفها بالتعجيزية. أما سيراميكا الذي رفض انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك خوفا من الأهلي، وانتقل اللاعب للبنك الأهلي إلى جانب رفض انتقال صديق إيغولا والذي انتقل إلي بيراميدز. كل مظاهر التعنت هذه جعل مجلس الإدارة يدرس وقف أي تعامل مع بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.